السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة عائلة مطبخ شمس. أنا نجوى ودي قناتي. لو عجبك الفيديو بتاعي النهاردة لايك وشير واشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد إن شاء الله. النهاردة بقى وصفة جميلة وسهلة وقمر خالص وخفيفة وكلنا بنحبها قوي، مفيش حد بيكرهها. صينية الجلاش بالكريمة الجميلة البازز خالص. شايفة الكريمة بتاعتها ولا أروع، جميلة واللون والسوى حاجة كده اللهم بارك، وفي نفس الوقت طرية جدا مش مقرمشة ولا ناشفة. شايفة السوى بتاعها من تحت عامل ازاي كهرمان، والكريمة من جوه وهي طرية في نفس الوقت، والطبقة الكفر اللي بيبقى فوق اللي هو الكيرف ده اللي احنا بنلاقيه في الجلاش بتاع بره موجود، وفي نفس الوقت الطراوه موجوده بتاعت احلى جلاش. شايفه انا خدت قطمه منها، مش عايزه اقول لك بقى الطعم، انا كنت عايزه اكل الصينيه. يلا بقى نسمي الله ونصلي على الرسول ونشوف مقاديرنا. حله بدات اجيب فيها كوبايتين سكر، كوبايه ونص ميه، وابدا اضيف نص ليمونه ورشه فانيليا. وتضيفي الفانيليا من الاول، صدقيني مش ولا بتمرر ولا بيجرى لها اي حاجه. كل الشربات بتاعنا بنعمله بنفس الطريقه. وحط على النار يغلي 10 دقايق بس. اول ما حطيتها على النار انا نسيت اصور معاكم، انا ضفت معلقه كبيره جلوكوز، ده بيساعد اللمعه الجميله اللي بنلاقيها في الحلويات الشرقيه بتاعتنا. واسيبه على النار 7-8 دقايق لحد ما يتقل معايا هنا حله تانية انا ضفت فيها 3 كوبايات كبار لبن، وبجيب فيها مغرفه مليانه قشطه، ده قشطه وش اللبن، وبجيب فيها معلقه كبيره مليانه كريم شانتيه، ودي بتفرق في التيست قوي، هو القشطه سواء للجلاش او للكنافه. ومعايا معلقتين كبار هرميين مليانين نشا. خلاص دوبتهم الاول على البارد كويس، وبعد كده حطيتهم على النار يتقلوا معايا زي ما احنا شايفين القوام بتاعي. ما تضيفيش سكر، انا بكتفي بالعسل اللي موجود في الجلاش بتاعي عشان يبقى مظبوط قوي، ما يبقاش قازح معاكي قوي. وبعد كده افضيه في طبق واسيبه يبرد خالص على جنب. ابدا بقى اجيب صينيه، انا بجيب صينيه معايا مقاس 30 نص كيلو الجلاش، تمام. وابدا ادهنها سمنه كويس، اسمنها زي ما احنا شايفين، يعني يخلي ايدك فرطه شويه في السمنه من تحت. انا معايا الجلاش بتاعي اللي بستخدمه جلاش رانيا، انا بجيبه من بنوته قمر عندنا. الجلاش ده حلو بصراحه يا جماعه، بعد تجارب كتير مع الجلاش بصراحه هو اثبت معايا ان هو طعمه جميل ومش بيتكسر وجميل قوي فعلا. ببدأ أجيب هو 12 طبقة، ببدأ أجيب 6 من تحت برصهم عكس عكاس، واحدة يمين وواحدة شمال. مش بضيف ولا رشة سمنة ولا أي حاجة خالص، هو يا دوبك السمنة اللي في قعر الصينية بس. أي هرت معاكي أو كسر حطيه في النص، مش هيبان نهائي، وهيتدارى في طبقات الجلاش بتاعتك. معايا بقى الكريمة الجميلة بتاعتي دي الغنية اللي طعمها خطير. بدأت إن هي تكون دافية معايا. ببدأ بقى أضيفها على صينية الجلاش بتاعتي اللي هي الست طبقات اللي تحت، وببدأ افردها كويس في الصينية كلها تبقى سمك واحد، ومفيش قطعة جلاش ما يجيش عليها الحشو بتاع الكريمة، تمام. النسبة دي كويسة قوي يا جماعة، اكتر من كده بتبقى اوفر، مش بتحسي بطعم الجلاش بتاعك، واقل من كده بتبقى شوية. لا دي جميلة قوي، كمية حلوة قوي. 3 كوبايات لبن على نص لفة جلاش، نص كيلو على صينية مقاس 30. خلاص بدأت فردتها في الصينية، وابدأ اجيب بقية الجلاش بتاعي. انا لحد دلوقتي ما استخدمتش اي سمنة معاكم، برضو بحط الورقة وببدأ اجيب ورقة عكسها، وهكذا كل ورقة عكسها لحد ما اخلص كل كمية النص كيلو جلاش معايا. شايفة الجلاش بتاعي على فكرة انا مش مغطياه بفوطة ولا اي حاجة، بس رغم ان احنا في السقعة بس ما شاء الله ما نشفتش ولا اتكسرت. بصراحة نوع جلاش حلو قوي، لو لقيتيه هاتيه وانت مطمنة، اسمه جلاش رانيا. ببدأ بقى خلاص انا خلصت كل طبقات النص كيلو بتاعت الجلاش. ببدأ اخد الزيادة كله اللي في الصينية، ببدأ ادخله تحت الصينية زي ما احنا شايفين كده، بتنيها وادخلها فيها من تحتها، تمام. زي ما احنا شايفين بنفس الطريقة. لو عندك صينية مربعة وحابة تحطيها عليها تمام. انا معايا هنا نص كوباية سمنة، انا شايله منها معلقه كبيره كده، يعني نص كوبايه. انا سيحت نص كوبايه بس ما استخدمتهاش كلها، زاد معايا حوالي معلقه كبيره او معلقتين كمان. ببدا بقى احطهم على الصينيه بتاعتي، وببدا افرد كويس قوي. هو الاضاءه معايا مش عارفه اللون بتاع السمنه غير، بس هو لون طبيعي خلاص للسمنه، بس هو لونه غير في الاضاءه، يظهر ان حد كان فاصل الاضاءه او حاجه فهو اللون غير، لكن هو عاديه، سمنه عاديه. خلاص ببدأ بقى انا فردتها وسبتها 10 دقايق كده عشان تشرب السمنة بتاعتها وتطرى شوية. ببدأ اقطعها مكعبات، ما تقطعهاش على طول، استني بس عليها 10 دقايق
تطرى شويه عشان تبقى مظبوطه معاكي الاشكال. تقطعيها بقى سمبوكسات، تقطعيها مربعات، زي ما انت عايزه تقطعيها بتقطعيها. انا بقطعها زي ما انت شايفه كده مربعات. شايفه قد ايه الشكل مش بيتكسر معايا ولا الوش بيطلع ولا الكلام ده خالص، مظبوطه خالص. بعد ما بقطعها ببدأ بقى احطها على جنب، وابدأ التكاية البسيطة اللي بتخلي الكيرف الموجود بتاع وش صينية الجلاش اللي احنا بنشوفه في المحلات، بيبقى جلاش طري قوي، بس بنلاقي الطبقة من على الوش بتاعت صينية الجلاش عليها كيرف كده، بيبقى مقرمش وجميل كلنا بنحبه. بيبقى مع الطراوة بقى بتاعت الكريمة والطراوة بتاعت الجلاش، بتبقى طعمها جميل قوي. فالكيرف ده احنا بناخده من ايه؟ انا بجيب بخاخة مية، بخاخة عندك في المطبخ اللي احنا بنستخدمها في رش اي معجنات او رش اي حاجة، او نرشه بها وش الفطير لما بيخرج من الفرن. انا بجيبها وبدي رشة بسيطة على وش الصينية. انا مش بحط كتير، انا يا دوبك كده رشة من المية بتاعتي كده، برشها على وش الصينية كلها، رشة 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 كده في كل مكان لحد كله ما بياخد مية معايا. خلاص كده تمام، الصينية كده كويسة. ببدأ بقى ادخلها على فرن سخن درجة حرارة 200، بتقعد 10 دقايق في الأول على درجة حرارة 200. بعد كده بنزل الحرارة بتاعتي ل180، وبتقعد لحد ما تاخد لون جميل من بره ومن جوه زي ما احنا شايفين. اللهم بارك، شكلها طالع جميل قوي وقمر. وشايفين الطبقة الكيرف اللي عليها من بره دي، شايفة، وفي نفس الوقت طري من جوه. وده العسل بتاعي، ده التقل اللي انا محتاجاه. طبعا الجلاش بيحتاج عسل تقيل عشان يطلع مظبوط معايا واللون الجميل اللي بيلمع. وابدأ بقى الصينية اديها العسل بتاعها. طبعا لو حابة تدي كمية العسل بحالها حطيها، لو حابة ان انت مش بتحبي الحاجة مسكرة قوي، انت ممكن تدي رشة بسيطة كده يا دوبك تلمعي بيها. تمام. فانت العسل ده بقى على حسب اختيارك انت. خلاص، بس حاولي ان انت كتري العسل شويه، ما تقلليش قوي، لان احنا مش حاطين في الكريمه بتاعتنا سكر عشان ما تبقاش عادبه معاكي والطعم مش مظبوط. لازم يبقى في نسبه وتناسب برضو في الحاجه الحلوه اللي انت بتاكليها. خلاص، انا حطيت لها كميه العسل بتاعتي المناسبه، وببدا بقى اسيبها لحد كده ما تهدى واقدر اقطعها وتشرب كل العسل اللي فيها وما يبقاش فيها اي عسل. انا مش بحب اغطيها، لانك لو غطيتيها انت بتفقدي الطبقه المقرمشه اللي على الوش. انا بحب اسيبها كده عريانه تطرى منها فيها، وبتطرى جدا على فكره، هي طالعه ناشفه جدا، بس انا سبتها شربت عسلها طريت جدا لان هي معموله صح ومعموله مظبوط. شايفه بقى شربت كل العسل اللي فيها. شايفه اللهم بارك يا جماعه، تحفه. شايفه الطبقات موراه قد ايه، ولا دهنت سمنه ما بين الطبقات ولا اي حاجه. شايفه حاجه كده تحفه تحفه تحفه. صدقيني مش هتبطلي تعملي صينيه الجلاش دي، لانك هتعمليها وهتخلص في ساعتها. اوعدك ان انت مش هتلاقي منها اي حاجه، خفيفه جدا. بعكس صينيه الكنافه ما بتعمليها بتاكلي قطعه بتحسي خلاص ان انت مش قادره تاكلي لان السمن فيها كتير. لا، دي خفيفه قوي وتحبي تاكلي منها كتير. صدقيني انت هتاكلي كده القطعه تدوقيها كده وانت واقفه كده. شايفه السوا بتاعها، شايفه الكريمه مظبوطه مش تقيله ولا خفيفه. السوا من تحت تحفه جدا. هيعجبك الوصفه، وصدقيني مش هتبطلي تعمليها. من مطبخنا زي ما كل وصفاتنا سهله وبسيطه خالص وعلى قد ايدينا. ما بنحبش نعمل وصفات صعبه علينا، احنا بنعمل وصفات سهله خالص ان احنا نقدر نطبقها معانا ان شاء الله. وانا بطلع منها اوردرات والناس كلها بتحب الوصفه بتاعتي. لو عجبك الفيديو بتاعي النهارده ما تنسينيش بقى في لايك حلو منك وشير واشتراك في القناه وفعيل زر الجرس عشان يوصلك كل فيديوهاتي وكل جديد مني ان شاء الله. انا نجوى ودي قناتي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.